بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معنا سؤال اليوم، هذا السؤال بدنا نسمعه هسه الآن إن شاء الله ونجيب عليه مع باب فيه كم من قصة بيجيبوا كمان على السؤال، لأنه سبحان الله السؤال سئل والجواب جاء كما بينا، وكان الله جل في علاه يعد السؤال من عند أخ ويأتي بالجواب من قصة أخرى، فنجمعهم معا ثم نساوي المداخلة إن شاء الله. خلينا نسمع السؤال. سؤال شوي طويل وسؤال وجيه إن شاء الله، مهم جدا. طبعا أنا بينت إنه الجواب الشافي موجود في الجواب الشافي لهذا السؤال موجود في 900 حلقة على هذه القناة عن الاستغفار، و450 حلقة 500 تقريبا عن سورة البقرة. فهذه القناة فيها تقريبا 1200 فيديو نتكلم فيهم 99% منهم عن الاستغفار وسورة البقرة، ف800 حلقة تقريبا فقط عن الاستغفار، والفضل كله لله. بينا وهناك آلاف القصص، منها تسجيلات صوتية ومنها دونت في التعليق ونزلناها. فعندنا إخوتي الكرام على صندوق الوصف، يعني في التعليق الأول سيكون قنوات، هناك روابط قنوات لقصص المستغفرين، فقط القصة بتسمع قصة المستغفر، وفي الفيسبوك واليوتيوب. وهناك في جروب تيليجرام، يعني هو قناة على التليجرام، هناك تقرأ وتسمع، كمان فقط تقرأ وتسمع. هناك جروبات ضع قصتك هنا، كل أخ وجد شيء فليدون قصته، إننا مشرفين في كل مكان. فعلينا إن شاء الله إن إحنا كل صاحب قصة قد تلهم مليون شخص، وكل أجورهم في ميزان حسناتك، لكن اتق الله في تفاصيل قصتك، خليك واضح مبين، راقب الله في كل كلمة تنطق بها، لأنها ستشهد عليك يوم القيامة إن كنت قد عشتها أم لم تعيشها. لكن بالمجمل نحن نوافق القصص التي تشابه قصتنا. ما الذي غير الله فينا وأحوالنا؟ يعني أنا الله قضى عني أكثر من $80,000 من حيث لا أحتسب، قضى كل ديوني وفوق هذا كمان راتب، والحمد لله. فكان التدريج يعني بدأ، يعني بدناش نفوت في هذا التدريج، موجود في الحلقات، وأبطال السحر وكل هذا، الحمد لله رب العالمين. لكن هنا في سؤال مهم، وأنا بدي من الإخوة الذين عندهم قصص أن يفصلوا كل حرف في قصتهم، وإذا كان في تسجيل صوتي أجمل وأجمل. لكن إخوتي الكرام، يعني هناك في قصص يعني الكلام بتعيده على نفسك، فلا يعني إذا في مواقف عملت عدة مواقف هذا جميل، لكن مش تفصل نفس الموضوع، يعني لف وبرم على نفس الموضوع. ما تطيل القصة إذا ما فيهاش تفاصيل. إذا بالأصل أنت لزمت الاستغفار والله رزقك أنقضى عنك دين فقط هكذا، فهي خلص انقضى دينك. لكن إن كان في أمور كثيرة وتشعبات وأشياء وتفاصيل في حياتك، جميل. بارك الله فيكم. نسمع السؤال نقرأ قصتين هنا إن شاء الله. لحظة نأخذ هذا الشيء إن شاء الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. شو الأخبار؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو الأخبار؟ كيف حالك؟ كيف انت؟ كيف الصحة؟ الله يحفظك ويرضى عنك يا مشرف. بلغ عني ولو آية الاستغفار وسورة البقرة الجروب. بارك الله فيكم وعلى جهودكم وعلى البقرة وعلى الاستغفار وعلى الكلام الطيب وعلى الكلام الجميل. في هيك إلي صحاب هيك مهمومين يأسانين حزنانين تعبانين وبيشتغلوا 24 ساعة وبدي يتجوزوا وبدي ايش تنصحوهن؟
يعملوا كل اليوم. هن بيشتغلوا وبيصلوا وبيصوموا وبيقروا قرآن وبيتعلموا قرآن وبيحفظوا قرآن وبيشدوا الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك كتير وبيطلعوا العمرة. شو بتنصحون؟ يعني شو بتنصحون تبقى هيك تسجل رسالة هيك منيحة تقول لهم إنه يصلوا على النبي يستغفروا. إيش الرسول قال؟ اللي بأكتر من الصلاة على النبي بيعطيك مش نصه كل وقته بالصلاة على النبي، ويوم يعطي وقته على الاستغفار. بدنا هيك آيتين عن الاستغفار وحديث حديثين 3 عن الاستغفار، وبدنا أخرى آية عن الصلاة على النبي، أخرى آية عن الصلاة على النبي، وبعدين أخرى حديثين عن الصلاة على النبي. بدنا إحنا نرغب وننصح ونذكر وعشان يطبقوا بالاستغفار. ضل 24 ساعة الاستغفار يوصلوا 30 و 40 ألف 50 ألف. هيك تعطين قصتين تبعت لك رسالة 2 3 هيك منيح نضبطها، وبعديها تبعت لك حديث، بعديها بتبعت لك رسالة كمان رسالتين عن الصلاة على النبي عشان يوم الجمعة يأكد ليلة الخميس وليلة الجمعة من يضلن 24 ساعة الصلاة على النبي. وبعديها تبعت لك رسالتين على سورة البقرة، فضائل سورة البقرة، سورة البقرة، الجروب استفاد من سورة البقرة، وليش بتقرأ سورة البقرة مرة ومرتين وثلاثة. تعرف هيك أول شيء إحنا بدنا نرغبن وننصحن ونذكرن. فقول الله عز وجل فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. قول الله عز وجل فذكر إن نفعت الذكرى. إحنا أول شيء علينا نذكر وننصح بالاستغفار وبالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قديش لازم يستغفروا وليش لازم يستغفروا، وايش فضائل الاستغفار، كل شيء ايش تقدر تحكي عن الاستغفار. حديثين 3 4 5 فضائل اعمال رؤيا ايش شفتوها، ايش الاستغفار بيعمل والصلاة على النبي. وبعديها تبعتوا آيتين 3 4 عن سورة البقرة، حديثين 3 عن سورة البقرة. إذا واحد عنده سحر إيش ربنا عمل فيه بسورة البقرة. واحد عنده قصة احكي لنا إياها وبارك الله فيك. بدنا إحنا نرغب، بدنا الشباب يصير عنده همة ورغبة. يعني لما إني مثلا بيطبقوا الاستغفار بيسمعوا الكلام بصير إن يستفيدوا، بصير يطبقوا ويستفيدوا ويفيدوا يكسبوا أجر ويكسبوا غير الأجر. بارك الله فيك جزاك كل خير، وإحنا كمان نستفيد. بارك الله فيك. إحنا بفلسطين 48 وين ما كان بفلسطين، بأي بقعة بفلسطين، بأي محل بفلسطين، بأي قرية بفلسطين، وبأي مدينة بفلسطين، وبأي حارة وين ما كان بفلسطين، بالضفة أو هون أو بال48 أو في القدس أو بعكا أو بحيفا أو بالناصر أو وين ما كان يكون، أو باقي الغربية أو بأم الفحم. فتن، معاصي، ذنوب، خطايا، كتير 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 فتن، كتير معاصي، كتير ذنوب، كتير خطايا. نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. يعني نساء بتحط ريحة، نساء بتحط مكياج، نساء بتحط بودرة وحمرة ورموش وبشرموش وبتلبس كعب وبتلبس كعب وبتلبس لباس تغضب الله، لباس مشلع. ونسوان حتى متدينة بتلبس بلوزة وبنطلون، ونسوان متدينة وبتلبس بلوزة وبنطلون وبتحط ريحة وبتحط مكياج وبتحط حمرة. وفي نسوان لابسة عراسة ولابسة بنطلون وبلوزة مش حاطة ولا مكياج ولا إشي، بس بترش ريحة. بتقولك أطلع ريحة زبالة، أطلع ريحة معفنة، أطلع ريحة عرق، وما بتحس. بتقول ليه أنا أطلع ريحتي عفن، ليه أطلع ريحتي زبالة، ليه أطلع ريحتي عرق، أطلع ريحتي حلوة أفضل ما أطلع من ريحتي عرق وزبالة. وحرام كمان هذا. تنصح الشباب، تنصحنا، بتذكرنا بكلام الله وكلام الرسول. بارك الله فيك. وانت بتعرف بهذا الزمان وبهذا الوقت
وفتن ومعاصي. ايش تنصحنا بأفضل نصيحة وأحسن نصيحة وأحلى نصيحة، ونصيحة تكون مؤثرة وتكون مبكية وتكون عن جد إلى ثمنها، وتكسب أجر وتكسب ثواب وتكسب رفع وتكسب حسنات عند الله. تنصحني وتنصح الشباب، تنصح الشباب، تنصح الكل. يمكن الرسالة توصل للوالدة عندي، يمكن الرسالة توصل لأمن، يمكن يبعتوها لخواتن، من واحد لواحد، يمكن توصل للنساء. وانت إلك ايش أجر ثواب رفع حسنات. بدنا الرسالة تكون للنساء والرجال، الكبار والصغار، الذكر والأنثى، يكون للكبير والصغير، يكون للكل، يكون رسالة مؤثرة. بتمنى انه الرسالتين الثلاثة اللي انا بعت لك اياتين تكون تسمعن كلمة كلمة حرف حرف وترد لي جواب كامل متكامل. بارك الله فيك، جزاك كل خير، حفظك الله ورعاك الله حماك الله. وما تنسانا من الدعاء. تنصحني وتنصح الشباب، تنصح الكل. يمكن الرسالة توصل، يمكن. نعم، هذا سؤال الأخ بلال، أظن اسمه بلال، هو بجروب الرجال على الواتساب، هو من الداخل فلسطيني، أظن أنه من عكا. على كل حال، هذه الأخلاق، احنا بنتكلم عن الأخلاق، قلنا سورة البقرة هي الأخلاق. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. هذا سؤال، وأنا قلت إن عندما جاء السؤال جاء الجواب قبل ما أعرف إنه جاء الجواب من عند الله. بس نقرأ قصة شاب عاش التفلت بكل أنواعه، نقرأ قصته ونشوف كل هذا. يعني أنا بدي أتعطر، أنا بدي أتمكيج، أنا بدي أتزين، أنا بدي أعمل أشياء، أنا أفضل وحدي، أنا أعمل كل هذا. سورة البقرة ستعيدنا إلى الفطرة السليمة، ولن تترك مجال للشيطان أن يعبث فينا وأن يفرق بيننا وبين الله. لن تترك سورة البقرة بفضل الله، لأنها لا تستطيعها البطل. فالحديث الذي يقول عن سورة البقرة: يا أخي بلال، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. هذه الحسرة تكفي لترد على كل الذي سألت. فإن أخذت سورة البقرة هذه الحسرة، وهذا الذي تبكيه، وهذا الذي يؤلمك، وكل هذا، أول شيء أنت بالنسبة لك ستتغير الصورة. أنت بلال إذا أخذت سورة البقرة وما أقول ستتغير الصورة، وكل واحد يأخذ سورة البقرة كما بينت ستتغير الصورة معه. فهمت؟ شو يعني فهمت؟ يعني إذا أنت قرأت سورة البقرة ستتضح لك صورة مغايرة عن كل الوضع الذي تراه. سيؤتيك الله الحكمة وتراه أمور رغم الذي تراه. قد يذهب الله 90% مما ترى من أمامك، لا تراه، ما تعود تراه. من أراد الله به خير صرفه عن السوء أو صرف السوء عنه، فلا ترى، ما تعود تشوف هاي كل هاي المناظر. سيشغلك الله بشيء يبعدك عن كل هذه المناظر. مفهوم؟ عن هذا العري وهذا التكشف وعن هذا التيه. ثم الله سيأخذك إلى الوجهة التي لأجلها خلقك. كل يسر لما خلق له. فالله سيأخذك أنت. أنا قلبت تجارات كثيرة يا عمي يا بلال، بدلت، أنا تفننت في العبادات، لكني ما وصلت ولا شيء، لأني كنت في إصرار على المعاصي. فسورة البقرة ستخلع عنك هذه المعاصي التي تصر عليها ولا تستطيع تركها. أنت فقط اقرأ وردد سورة البقرة، وسترى إن أخلاقك وتفكيرك وأولوياتك وظنك كلياته سيتغير، كله. فمن هذا الحديث: اقرأ البقرة إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فالبطلة نعم بالصحراء، ولكن كل شيء باطل. ترى هذا الباطل الذي رددته، فكل من يقرأ سورة البقرة سيتبخر هذا الباطل من حياته، سيبخره الله. لازم نعرف أنه سورة البقرة فعل، هي تفعل، مش فقط إنك تقرأ وتجمع حسنات. نعم، القرآن فيه حياة، فيه روح،
فالقرآن الله الرسول عليه السلام خصص سورة البقرة، قال اقرأوا البقرة، إن بيت تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان 3 أيام. فهنا يطرد الشيطان، والبركة تعم في هذا البيت، والبركة مفهومها أوسع بكثير مما تظن. وتركها حصرة هي في كل باب من مناحي الحياة، كل شيء. يعني أنا كل شيء عملته في الماضي قبل سورة البقرة كلياته كان فيه حصرة. إن كنت دخلت على التعليم، إن كنت سافرت إلى الخارج، إن كنت كل شيء مفهوم. لكن لو أني كنت أعيش مع سورة البقرة لا يمكن أني أخطئ، بل سأصيب الهدف وأختصر الطريق. فمش رايح أشتغل 100 شغلة، رايح أشتغل الشغلة التي سيريحنا الله فيها. يعني كل هذا التيه الذي نحن فيه سيهديك الله بسورة البقرة. لأن سورة البقرة الحكمة، الفطرة السليمة، الأخلاق الحسنة، العلم، التقوى، هي سورة البقرة. فهم الرزق، مفهوم التوكل، حسن التوكل، سورة البقرة. انت فقط اقرأ وتأتي الأمور عليك تباعا. مفهوم؟ خلاص، يعني كأنك عندما تقرأ وتكثر وكأنك عمال تتعلم BA، ثم تطورت واخذت الMA، ثم تطورت واخذت الPhD، ثم تطورت واخذت البروفيسور، وهكذا عمال تتطور. كلما زدت بالقراءة زادك الله علم، وزادك بصيرة، وزادك حكمة، وزادك إيمان، وزادك تقوى، وزادك عندما يزيدك الله بالتقوى. وإنما يتقبل الله من المتقين. واتقوا الله ويعلمكم الله. مين اللي بيعلمك؟ الله. مش رايح حد يضللك، لن يستطيع عليك أحد. ليش؟ لأنه سورة البقرة هي هذا الثوب، سورة البقرة. بس شو اسمه هذا الثوب؟ التقوى. لكنه بالأول بيبقى شفاف، ثم يخمل ويصير يعني حتى يلبسك اللبس ويخلع كل هذا، لأنه سورة البقرة هي عقلك المدبر من فضل الله. وهذا يعني فكرك وكل عقلك تفكيرك، يا إما نفس أمارة بالسوء وشيطان يقودك إلى أمر ما. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، صح؟ إن الشيطان لا يجري في ابن آدم مجرى الدم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. فعشان أبين إنه إحنا الشيطان هو خصمنا. كيف أنا بدي أعيش؟ إني أنا أعيش راضي، ما بدي ألهث وراء هذه الدنيا. كيف أموري تبقى مستقيمة؟ كيف إني أنا لا يعذبني الله؟ كيف لا أسقط بسقطات يعني توجب عقاب الله علي؟ كيف 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 سورة البقرة. شو أفعل؟ رددها، اقرأها. يعني كلما زدت كلما زاد الله نعيمه عليك. الرسول عليه السلام أطلقها، اقرأوا البقرة. ما قال 1 ولا 2 ولا 4 ولا 10 في اليوم يعني. وأنا قرأتها مدي لربما 4 مرات شهر ونص، 3 مرات كمان شهر ونص في الماضي. 28/9/2019 بدأت فيها هيك، ما فيش ترتيب. ثم 2 لربما مرة ونص، 2 عذرا 1.5 مرة، مرتين، وإلى يومنا هذا مرة. كل يوم بقرأها، كل يوم أختمها، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. في لها ترتيب، في 500 حلقة عليها. في الاستغفار عليه 900 حلقة، نتكلم عن الاستغفار، قصص المستغفرين وكيف نستغفر وماذا نستغفر، وهكذا الترتيب كلياته فصلنا. وقلت لك انه في درس قد نزلته فصلت اكثر من هذا الدرس في يعني، وكانه هذا الجزء الاول وهناك الجزء الثاني. فاحنا قلنا انه في جواب من عند الله جاءنا في قصة احد الشباب. عشان تعرف انه كلامي حق ولا باطل بدي اقرا، ما بدي انقل الشاشة، بدي اقرا عشان نختصر الوقت. لحظة بس اجيب الرسالة. في عنا هذا البوست، هاي قصة اليوم وصلتني عشان نبين يعني شو انا. طيب هاي شهادة حق عن الفرق بين قراءة سورة البقرة مرة و4 مرات، موجودة على القناة. شوف، الله أكبر، الله يثبت دينك ويحفظك. الحمد لله، من أجمل. بدي أقراها من هنا أهون لي يا جماعة. في نظارات من خلف الشاشة صعب،
لكني نزلتها موجودة على القناة، كله موجود في الجروبات. هذا البوست شفتوه. الله أكبر، يثبت دينك ويحفظك. الحمد لله، من أجمل الحلقات، كلمات تضرب في الصميم وبأسلوب بسيط. اللهم بارك، اللهم بارك. فعلا مع سورة البقرة 4 مرات يوميا، يعني سبحان الله، انتزعت أي تعلق أو شغف، انتزعت يعني منه أي تعلق أو شغف، وتغيرت أولوياتي. مهما حاولت تغيير تفكيري تجاه أمر معين فشلت. وكنت أقرأها مرة يوميا لمدة 3 سنوات، حتى بفضل الله سمعت تجربتك وأخذت سورة البقرة 4 مرات وخلال 20 يوم، وكانت بوصلة الدماغ تحركت والله العظيم. وأول مرة ألزم الاستغفار وأدرك معناه وقيمته، وكأنه وكأني حديثة في الإسلام، والحمد لله. يعني قرأت سورة البقرة 3 سنوات، مرة واحدة يوميا، لكن عندما أقرأ وكانت تحاول تغير تفكيرها ما استطاعت. لما قرأت سورة البقرة 4 مرات انقلبت البوصلة كلها. هذا اللي أنا بدي أوصل لك إياه. بدك تجادل، روح جادل. بدك عنب ولا تقاتل الناطور. احنا عندنا هذا المثل، الناطور هو الذي يحرس العنب. فإذا أردت العنب خذ سورة البقرة ورددها وأكثر، وشوف عمك أبو أحمد شو بيقول. وهاي القصة وقصص لسه بتسمع كمان قصة أكبر منها. هاي قصة يعني وصلتني من أخ، أظن هو الأخ يعني من الإمارات. طيب نقرأ القصة. طبعا القصة أنا نقلتها من الواتساب إلى هنا. الأخ راسلني على الواتساب جئت بها لهنا. طيب، رحلتي من فتنة النساء والإباحيات إلى لزوم البقرة 4 مرات مع الاستغفار 35,000 والصلاة على النبي 15,000 يوميا، ولله الحمد والمنة. هذا قصته هذا الآن. والله الأخ أظن بلال سأل، وأقسم بالله إن هذا الرسالة وصلتني بنفس الوقت، يعني ما كان الله يريد أن يجيب. فنوثق الكلام، مع إنه في كمان 500 حلقة تكلمنا عن سورة البقرة، وقلنا 900 حلقة تكلمنا عن الاستغفار. كيف بتفوت بتسمع كل يوم درس وقصص المستغفرين بالمئات. قلنا هناك في بصندوق الوصف قنواتي التي تتكلم عن الاستغفار وسورة البقرة وقصص المستغفرين وجروبات وهكذا، وكل صاحب قصة فليدلي بقصته، وهذا مهم جدا للمشرفين. وهناك في جروب اترك قصتك هنا، ادخل على الروابط وافتحها وشوف بقصص المستغفرين إن شاء الله. طيب، رحلتي من فتنة النساء والإباحيات إلى لزوم البقرة 4 مرات مع الاستغفار 35,000 والصلاة على النبي 15,000 يوميا، ولله الحمد والمنة. أنا شاب جاوزت 40 سنة بقليل. كنت في معظم أيام حياتي غارقا في الذنوب والمعاصي من زنا وإباحيات وإطلاق البصر واللسان. فقد كانت فتنة النساء شديدة علي، ولا أكاد أقاوم شهوتي، حتى إنني في بعض الفترات لربما أكون في 5 أو 7 علاقات محرمة مع فتيات مختلفات في ذات الفترة، وكأني كنت أنام وأصحو ولا هدف عندي غير الركض وراء شهوتي. يا جماعة أنتم لازم تعرفوا أنه هذا الشيء بيصبح مرض يفتك في الجسم، يفتك في الفكر، يفتك فيك، تبكي ولا تخلص منه. نعم، الشيطان يأتيكم الفقر ويأمر بالفحشاء. استحوذ عليه الشيطان فبدأ يأمر تلك وتلك وتلك، وكمان 1 وكمان 10 ويبكي. نعم، فعشان لازم تفهم، مش الاشي يبدأ الدلع وفي الآخر يبدأ يفتك في الجسد. طيب، كنت برغم ذلك محافظا على صلاتي أخرى، ولكن ليس في المسجد، وأذكار الصباح والمساء والتحصينات، وذلك لأنني في الأصل من بيت طيب وصالح. علمتني أمي منذ وقت مبكر التحصين، وكنت ولا تزال
وكانت ولا تزال تدعو لي بالهداية والتوفيق. سبحان الله، أقسم بالله وكأنه الأخ بلال قال إحنا شباب بنصلي وبنصوم وما شاء الله وبنروح على المسجد الأقصى وبنعتمر وهكذا، ولكن الأمور معطلة، بدنا نتزوج، بدنا هكذا. طيب هذا الأخ يأتوا بيصلي ومنذ صار. طيب حياتي مع الذنوب جحيم، الدنيا وضنك العيش. هو يعني حاططها محطات، هو حاططها الحياة محطات. كنت بطبيعة الحال أعيش حياة ضنكا، كان الله يتقرب إلي بالنعم وأنا أتبغض إليه بالمعاصي، وهو الحليم الستار يسترني المرة تلو الأخرى، لكنني كنت أدفع ثمن تفلتي، حيث خسرت تجارتي وأغلقت شركتي في مجال الاستيراد والتصدير، وعانيت من أمراض عديدة مثل نوبات الهلع والخوف من الأماكن المغلقة والضيقة، يعني مثل الطائرات والحافلات، وعانيت من القلق، وعانيت من القلق الدائم والمستمر والحزن والاكتئاب. سبحان الله. هنا سيدخل على مرحلة بداية رحلتي في التحول للطاعة. هذه المعاصي الآن يريد أن تغير في الطاعة. كانت بداية رحلة تحولي هو حين بلغت 40. سألت نفسي ذات خلوة مع الله: إلى متى سأعيش عاصيا لله وأنا بلغت عمر الأنبياء؟ هل لي من عمل يشفع لي عند الله وأنا قد مضى من عمري أكثره؟ بكيت وسالت دموعي، بكيت وسالت دموعي، وسألت الله أن يعينني على نفسي وعلى الشيطان، وعزمت صادقا أن أبدأ بورد يومي ثابت من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة اللهم صل على محمد وآله. هذا يعني قاعد بدأ يردد اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله. وهنا يجب أن أذكر إنني كنت كثير ما أصلي على النبي، لكن بأوراد مختلفة، ولم أكن ألتزم لفترة طويلة، ذلك لأن الله يسلبها مني بعد كل ذنب، حيث أشعر بوحشة وضيق في الصدر كنتيجة للذنوب، وتصبح الصلاة على النبي في غاية الصعوبة فأتركها. يعني عندما كان يعصي كان هو عنده ورد من الصلاة، فكل المعاصي كانت يعني تصعب عليه الصلاة على رسول الله فيترك. نعم. المهم إنني بدأت الصلاة على النبي بورد 12,000 صلاة في اليوم والليلة، وكان ذلك بنية الاستمرار فيها مهما كلف الأمر، واعتبار وردي فرضا علي كالصلوات الخمس. اعتبر على نفسي انه هذا الورد 12,000 صلاة على رسول الله وكأنه فرض من الفرائض، الصلوات الخمس، حمله محمل الجد يعني. وهنا كانت المعجزة لما رأى الله سبحانه وتعالى صدق نيتي وتوجهي، قام بإعانتي ورزقني بأول إشارة مبشرة، وكأنه يكافئني على العودة إليه ويحفزني على ذلك. بعد 3 أيام بالضبط من بداية الورد 12,000 صلاة على النبي، جاءني اتصال تلفوني من رقم غريب. كنت حينها أبحث عن وظيفة بديلة، كون الشركة التي أعمل بها كانت تعاني من إفلاس وشيك. كانت المكالمة من شخص يمثل أكبر شركة صناعية في بلادي، شركة ضخمة العمل فيها كالحلم لكل شخص. قال لي: لدينا وظيفة عالية ونحن لا نرغب في فتحها للتقديم العام، ولكننا نتصل بك لأن سيرتك الذاتية مطابقة للوظيفة، فهل ترغب بالانضمام إلينا؟ والله يا إخوان كنت غير مصدق ما أسمع. علمت حينها إن هذا الكون هو بيد الله، ونحن نركض فيه ركض الوحوش في البرية، وهو سبحانه قادر على حل مشاكلنا بهاتف تلفوني. قادر على حل مشاكلنا بهاتف تلفوني. يعني كل مشكلتك: ألو السلام عليكم، أنا بدي إياتك لشغل. شغل وأنت كنت تحلم إنك تشتغل هذا الشغل. نعم.
نعم، تم قبولي في الوظيفة المرموقة بعد اجتياز كافة المقابلات في سهولة ويسر عجيب، براتب يبلغ آلاف الدولارات سنويا، براتب يبلغ آلاف الدولارات سنويا. بعدها بشهر واحد مما بدأ الصلاة على رسول الله وأخذ الوظيفة هذه، وكان ذلك في عام 2022. سخر الله لي أخونا محمد حجازي الذي رأيت قناته في اليوتيوب متحدثا عن البقرة، وكان ذلك في نوفمبر من ذلك العام. وهكذا قادتني الصلاة على النبي إلى البقرة، ثم بعد بداية البقرة ب10 أيام بدأت ورد استغفار بعدد 5000 استغفار في اليوم. الآن نتكلم عن مرحلة هجوم الشياطين. وهنا يا إخوتي حدث لي هجوم هائل من الشياطين، فجأة كل الفتيات التي كنت أمارس معهن الحرام أصبحن يتصلن بي ويردن مقابلتي بإلحاح عجيب، ولشدة دهشتي ظهر لي منهن من كنت قد انقطعت عنهن يعني منذ سنوات طويلة. هذا متزامن مع المشاكل الكبيرة في البيت وغيرها من الوسواس والتسلط، وذلك لمحاولة إشغالي عن البقرة والأذكار بكافة الطرق. هنا يحط مرحلة انتكاسات أثناء الرحلة. للأمانة سقطت في وحل الانتكاسات بعض المرات في أثناء التزامي بالأوراد، لكني كنت أعود إلى الله تائبا بقوة أكثر، وأصبحت أعاند الشيطان بعون الرحمن. كل ما يوسوس لي أو يوقعني في ذنب الخلوات أزيد من ورد الاستغفار والبقرة حتى صرف الله عني الأذى بحوله وقوته. وحط الآن مرحلة الفتح الرباني ثمرات البقرة. بعد فترة من المجاهدة امتدت لشهور بدأت ولله الحمد بقطف الثمار. كانت ثمار البقرة سكينة وطمأنينة في صدري لم أراها طوال حياتي، بل والله أقسم صادقا إن صدري كان أهدأ مقارنة بفترة كنت أتناول فيها دواء مضاد للاكتئاب. فوالله إن البقرة أقوى من كل دواء، ولشدة دهشتي زالت مني أمراض القلق المستمر، بل وتبخر خوفي المرضي من الأماكن المغلقة أو الباصات والطائرات. وأصبحت همتي للعبادة عالية، حتى بدأت أقرأ البقرة 4 مرات، وربما أقرأها أحيانا في جلسة واحدة 3 مرات من شدة ما أجد من قوة العزيمة، ولله الحمد والمنة. الآن نتكلم عن ثمرات الاستغفار، ثمرات الصلاة على النبي. ثمرات الصلاة على النبي: أما الصلاة على النبي فيكفيني إنها قادتني للبقرة والاستغفار، وكفتني همي بالبحث عن الوظيفة المرموقة التي لا أزال أحقق فيها النجاحات الكبيرة بفضل الله. ويجدر بالذكر إنني زدت وردي من الصلاة على النبي إلى 15,000 صلاة بدلا من 12,000. ثمرات الاستغفار: أما الاستغفار وما أدراك ما الاستغفار، فورد اليومي لا يقل عن 35,000 استغفار، وربما أصل إلى 40 يوميا. وقد أمطرت السماء عددا من المرات في عز الصيف في بلادي شهر مايو، والله أمطر لي السماء بعد أنني انتقلت للعمل في مدينة ساحلية ببلدي أول هذا شهر أغسطس، وكنت خائفا من ما يقال عنها من قصص عن شدة الحر والرطوبة. يعني المدينة هي شديدة الحر وشديدة الرطوبة من كثر ما تحدثوا عنها، فكان خايف منها. لكن وقبل وصولي بيومين أمطرت السماء وأصبح الغيم يلف المدينة، فلما وصلت وجدت جوا معتدلا، علما بأن كل من في المدينة مندهش من هذا الجو الغريب الذي يحدث هذا العام، وربما عزوه لظاهرة التحول المناخي.
بالاستغفار، ويقول الآن ثمرة الاستغفار: بالاستغفار أصبحت مستجاب الدعاء، والله يستجيب الله دعائك كفلق الصبح، وسخر لي خلقه مع التسهيل في كل الأمور، بداية من حركة المرور والوقوف، انتهاء بإزاحة كل أحد يضايقني في العمل، إزاحة كل أحد يضايقني في العمل. ما يلبث قليلا إلا ذهب منقولا أو مطرودا من الشركة. سبحان الله العظيم. هذا يا أخوان قصتي، أحببت مشاركتها بغرض رفع الهمة، وكل الفضل لله والشكر والثواب الجزيل لأخونا محمد حجازي، جزاه الله عنا كل خير. فالحمد لله رب العالمين. نسمع قصة مدخن. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الاستغفار وما أدراك ما الاستغفار. أصدقائي، صدقا عندما لزمت الاستغفار شعرت بطمأنينة لم أشعر بها من قبل. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. طمأنينة يعني سعادة في القلب وراحة بال، مع أنني قبل لزوم الاستغفار كنت أشرب السيجار، أي دخان، يعني كنت أدخن بمعدل باكيت ونص يوميا قبل لزوم الاستغفار. ولكن اللهم لك الحمد يا الله، اللهم لك الحمد يا رب، عند بداية الاستغفار واستمراري في الاستغفار لقد تركت الدخان، وأصبح لي منذ تاريخ هذا اليوم أو من هذه اللحظة أصبح لي تقريبا شهر وأنا تارك الدخان. طبعا عند لزومي الاستغفار. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم اغفر لي ذنبي واصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم اغفر لي ذنبي، اللهم اغفر لي ذنبي. اللهم آمين آمين. نعم، فنحن قوم نقترف الذنوب بالليل والنهار، نعبد الله على هوانا. الحلال عنا أصبح ما تطوله أيدينا، والحرام ما لا تطوله أيدينا، فإن طالته أيدينا أصبح حلالا. لا نقر معروف ولا ننكر منكر. نعم، غيبة، نميمة، سب، شتم. نعم، أنا فصلت في الدرس الثاني، فعلى الإخوة أن يسمعوا للدرس الثاني عن الاستغفار و 900 درس، سبحان الله نتكلم عن الاستغفار وكيف نلزم الاستغفار ولماذا الاستغفار ومتى تأتي المغفرة ماذا يفعل الله بنا بالاستغفار. نعم، إن هذه الذنوب الله يحولها علينا لديون وهموم وكرب وتشتت وتيه. نعم، الأم تايهة، لا عري وتكشف ومش لا يهتدوا، يظن الأمر شطارة، إذا أنا بجمل حالي فبيجي العريس أفضل، وإذا كل هذا من أفعال الشيطان. نعم، فكيف أنا أخلص من هذا الأمر؟ لسورة البقرة دور كبير جدا في سلوكياتنا، والاستغفار هو ممحاة الذنوب. عندما يمحي الله الذنوب ستجد أن أرزاقك صارت ميسرة يسيرة سهلة المنال. نعم، ستجد أن أرزاقك كانت حبستها الذنوب، فلزمت الاستغفار. أهم شيء أنك تتوب من هذه الذنوب وتقبل على الله. ما بيكفي أنك تصلي وتصوم وتحج ولا أنت لا تنتهي، الأولى أن تنتهي. لازم تنتهي أماما، نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أحاديث رسول الله التي تتكلم عن إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانها في لسانها فقال لا خير فيها فهي في النار. حديث المفلس الذي فنت حسناته فأكبه الله في النار. هذا الذي صلى وصام وحج وزكى لكنه سب وشتم وأكل الحقوق فأكبه الله في النار في آخر الحديث. والذي إذا خلى في محارم الله، هذا باب من باب الرياء والمنافق، فهو أكبه الله كمان، جعل الله أعماله كلها هباء منثورا، فذهبت صلاتك وكل أعمالك. إذا أنت بتفرجي الناس أنك أنت بتقرأ وبتصوم وبتروح تعتمر ورايح جاي الأقصى، لكنك إذا خلوت في محارم الله انتهكتها، جعل الله أعمالك كلها هباء منثورا. طيب كيف أنا بدي أكون على خلق حسن ظاهري وباطني نفس الشيء؟ سورة البقرة يا أخي الكريم، سورة البقرة
هي الحافظ لهذا الدين، أن تحفظ لك دينك. شفت هذا الشاب عندما أكثر بسورة البقرة، شفت الذي قرأ 3 مرات 3 سنين سورة البقرة عندما أخذها 4 مرات كيف انقلب لعبة البوصلة. يعني أنا بس بدي أبين موضوع، إذا تجربة الأخ أقول لك إلزم الاستغفار. أنت مش بالضروري تعيش ترتيب هذا الأخ، نحن نتفاوت في الوقت والساعات لكن الإكثار له أثره في العبادة، الإكثار الصحيح. مش بدي أقوم الليل المكثر، مش بدي أقوم الليل المكثر وأنا لازلت متفلت في ذنوب، كلام، غيبي، سب، شتم، مش لا أبه. ثم الشرك الخفي الذي يحبط العمل. يعني تهب على سبيل المثال، أنا علمتك شيء، علمتك صنعة، علمتك شيء، أو أعطيتك مثلا 10,000 دولار، رحت فتحت مصلحة ومن هاي المصلحة تيسرت أمورك وصرت غني، وكل وين بتروح بتقول أبو أحمد، لولا أبو أحمد كان إحنا فقراء، لولا أبو أحمد والله كان إحنا ما بنعرف شيء، لولا أبو أحمد. طب وين الله؟ ليه ما رديت الفضل لله؟ والله لولا الله جل في علاه سخر لنا أبو أحمد لما وصلنا لشيء. الحمد لله، الفضل كله لله، فنرد الفضل لله ونشكر أبو أحمد. نعم، ندعو لأبو أحمد، جزاه الله خير أبو أحمد، لكن الفضل الله الذي سخر أبو أحمد يأتي إليك. فبدك تعرف تتعامل مع الله، مش تضلك تحكي أنت يا أبو أحمد. نعم، بدنا نشكر أبو أحمد، نقول له يعني من لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لكن مش أرد الفضل لأبو أحمد. أبو أحمد سبب، الطبيب سبب، المهندس سبب، المحامي سبب، خلص لك قضية محامي. ما تقولش والله هذا يا عمي متعلم، هذا أكبر محامي في المنطقة. نعم، أنا أخذت بالأسباب، المحامي أخذ بالأسباب إنه تعلم، وأنا أخذت بالأسباب إني رحت عند محامي متعلم، وكأنه الأسباب كلها كل شيء، يعني وكأنه ما فيه توكل على الله. ولكن الحقيقة قلبي بيقول لي إن الله اللي بيقرر إني أنا أنجح بقضية ولا لا. أنا عملت، أخذت الأسباب زي البياع، ما بينفع تجيب بندورة خربانة وتقول ما ياخذ بالأسباب يعني جبت بندورة بضل ترزقني بالبندورات هذا. لا، بدك تشتري أفضل أنواع، أفضل يعني بضاعة، وتكون في مكان مش بصحراء عمال مبسط بندورة. فبدك تكون ياخذ بالأسباب والباقي على الله، الله اللي بقدر. مفهوم؟ فبدنا نعرف نتعامل، لأنه هذا الشرك يحبط العمل، وانت بتصلي وبتركض بتقول ليش الوضع هيك. فانت عمال ترد فضل الله عليك لغير الله، وتسأل غير الله، وتنبطح تحت أقدام أصحاب النفوذ، لأنه انت بتظن انك رزقك عندهم. فهذا كله يحبط العمل. فسورة البقرة تركها حسرة، مش معناها إذا انت قرأت سورة البقرة ثم تركتها حسرة، لا، أن لا تأخذها بحياتك هي حسرة، ستتوه. طب ليش مش القرآن كله؟ لأنه هاي خاصية سورة البقرة، هاي خاصية في سورة البقرة. نعم، هذه اليد الذي تفعله لا تستطيع اليسرى أن تفعله. نعم، لا تستطيع، ما فيها القوة الكافية إنها تفعل نفس الأفعال. نعم، فلازم إن احنا نفهم لماذا حثنا رسول الله اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع البطلة. طيب أنا مهموم، أنا كل هاي الأمور قلنا أخلاق النساء والهاي وانتي وفهمك للدنيا هاي مع سورة البقرة ستستقيم أمرك على هذا الشيء. طيب الآن الشباب مهمومين بدهم يخلصوا حالهم. طب ليش الاستغفار مش الصلاة على رسول الله أو التسبيح أو الذكر؟ لأن الله أول شيء لا يعذب مستغفر، يعذب الجميع. وما كان الله معذبهم يستغفرون، آية قرآنية. فإذا كل تعطيل عندي موجود طبعا هو سبب ذنب، فالاستغفار لا يعذب الله المستغفر الذي لزم الاستغفار. ثم إن الصلاة على رسول الله إذا تكفى همك. في عندي هم كبير، بدي وظيفة، الرجل كان بده وظيفة عنده هم، قلت أنا الصلاة على رسول الله إذا تكفى همك. عندي هم، أكبر هم موجود هو بدي أزوج أولادي مثلا، أكبر هم موجود بدي أساوي عملية جراحية وأنجح فيها. فعندي هموم كثيرة، ولكن هذا الهم الكبير إذا تكفى هذا الهم.
عندما تعمل العملية سيأتي هم آخر وتكفى إن شاء الله. لكن بالاستغفار، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. وكل هم، في هموم أنا بعرفهاش، أنا مش عارف إنه جاي علي ورقة دفع كبيرة معيش فلوسها، ومش عارف إنه في علي امتحان أو في استدعاء لشرطة أو سمي ما تشاء من هموم أنا مش مدركها. أنا عندي كم من هم، وفي هموم نسيها. أنا ناسي إنه في علي ورقة بآخر الشهر تأمين سيارة، ما فيش فلوس، ناسي إنه أولادي بدين مثلا، هكذا أمور أنا مش مدركها. هذه هموم، فسيكفيك الله بالهم بالاستغفار كل هذه الهموم. ولكن سبحان الله من جمال الصلاة على رسول الله انك انت بتركز على هذا الهم فترى كيف الله يفرجها، عشان يبين الاحاديث كيف انها صحيحة. ما بتذوق لما بتعيش، بتذوق طعم الاستغفار، بتذوق طعم الصلاة على رسول الله، وبتذوق طعم سورة البقرة. عشان تكفى همك عليك بلزوم الاستغفار. وهذه القصة جاءت لتبين، وإن كان عندي هم أكبر، يعني بدي أتزوج وبدي أعمر ومعيش فلوس وبدي أشتري سيارة، هي هموم مش هم، مفهوم؟ لكن أنا عندي السيارة وعندي البيت وأنا خاطب، لكن قرب عرسي، العرس اقترب، أو أنا فقط إسا بدي عروس، أو أنا بدي سيارة، ما عنديش غير، عندي كل شيء للسيارة، بدي سيارة، فهذا هم واحد. الاستغفار لا يترك أبدا أبدا أبدا، يترك، قد يترك كل شيء. طبعا احنا بنتكلم عن الفئة المصلية، قد يترك كل شيء إلا الاستغفار، لا يترك. تحفظ كتاب الله بنفعكاش إذا لا تستغفر، لا ينفعك ولا عبادة بدون الاستغفار. حتى الصلاة عندما تنهيها لازم تستغفر. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم لو لم تخطئوا لاستبدل الله قوما غيركم فيذنبون فيستغفرون فأغفر لهم. بدنا يستغفر، بدك تستغفر، بدك تلزم الاستغفار. إذا أنا لم أقرأ قرآن يعذبني الله؟ لا. لكن إذا أنا لا أستغفر يعذبني الله؟ نعم. مفهوم؟ فالمستغفر لا يعذبه الله بآية صريحة، وما كان الله معذب مما يستغفرون. وهو أمن، وفيه رزق، وفيه سعادة، فيه عطاء، وكل وعود الله في العطاء والرخاء والتمكين. نعم، التمكين اللي هو لهذه الأمة بالاستغفار. ويمددكم بأموال وبنين، هذا التمكين، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عدا عن الرزق والمال والبنين، الحقيقة هو التمكين، كما وعد الله جل في علاه بني إسرائيل: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. فقوة بني إسرائيل هي عطاء من عند الله، وأمددناكم بأموال وبنين. وأنت يا مسلم عليك أن تستغفر عشان تكتسب هذا التمكين. تبقى بالجدال لن تصل لشيء، ستبقى في ذيل الأمم، لربما تموت في البحار تشريد، يشردوك من بلادك. فإن تبت إلى الله أنت تعترف بأنك إنسان مذنب. لما أنا بدي أستغفر، إحنا في مشكلة، صارت مشكلة، أنا سبيت فلان، جلسنا في نفس المجلس، ما يعني، أو أخذت منه حق وما ردت له اياته، وانا جالس، هو لا يريد ان يكلمني. تكلم قديش بدك، انا مش سامعك، بديش اسمعك. يا بترد لي حقي يا بتتاسف على هذا اللي عملته. ما بينفع انك انت تمزح معي وتتكلم معي وانت مش متاسف انك انت سبيتني. وانت هكذا اسأت الادب الى الله، عليك ان تستغفر على هذا الذنب. ما بينفع انك انت يعني تسبح وتذكر وانت مش مستغفر على الذنوب التي بتتطاول وتتجرأ على الله فيها. كما قال أحد العلماء: الثوب الوسخ أولى بالغسيل من التعطير. فالغسيل هو الاستغفار، ونحن مغموسين في ذنوب، عشان هذه الذنوب الله حولها لديون وهموم وكروب وحروب
وأمراض وأسحار وتعطيل ومش بلاقي زوجي، ولا هذا التشتت وهذا عدم الاهتداء من عري وتكشف وبحث ولهث وراء هذه الدنيا، هذا عذاب. عندما نلتزم الاستغفار سنبدأ يستقيم أمرنا ونرضي ربنا ويفتح الله علينا كل شيء ويعطينا من خزائنه التي لا تنفد. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. هناك كثير من القصص، ونسأل الإخوة أن يقصوا قصصهم ويتركوها في الجروبات ويتركوها عند المشرفين. نعم، فهي قد تلهم مئات الآلاف، وكل واحد أخذ بقصتك ومحمل الجد كله في ميزان حسناتك، ولا ينقص من حسناته شيء. تخيل أنت دليت واحد في قصتك هذه الجميلة، إياك أن تؤلف قصة فلن يوصلها الله فتكون من أحد الكذابين الذين افتروا على الله الكذب، وهذولا من حطب جهنم. إياك دي هنا شهادة لله، فيكون كلامك صادق أمام الله، مش فقط تسمع صوت إن عمالين نردد قصتك. فنحن نردد قصص يعني عشنا ما يشابهها. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. انشروا هذا الكلام، وإن شاء الله باقي القصص تنزل تباعا شوي شوي. باخذ وقت كل هذا الموضوع، لأنه بالأصل إحنا عمالين نحيي أمي بالاستغفار وسورة البقرة. بالاستغفار لا يعذب الله مستغفر، ستهتدي السبيل بإذن الله تعالى مع سورة البقرة، سترضي ربك مع سورة البقرة، وسيلبسك الله فيها ثوب التقوى بسورة البقرة فقط تقرأها. والله لا يعذب مستغفر، والله سيرزق المستغفر، والله سيمكن المستغفر، والله سيعطي للمستغفر المال والبنين والقوة والتمكين. فما بين تدبير إلهي بسورة البقرة ومال، أنت بإذن الله تعالى سيد هذه الدنيا. لكن مال بدون عقل أنت لربما تكون أكبر مجرم. لكن كمان عقل بدون فلوس وبدون قوة ما بنفع. فاجمع بين المال الذي هو السلطان، المال بدك تنفق، بدك يكون عندك قوة، فالقوة هي بالاستغفار. وعشان تعرف تتدبر بفضل الله كله كيف تعمل بهذا المال والقوة والجاه وكيف تأتيك الحكمة، إنها سورة البقرة. فإذا جمعنا سورة البقرة مع الاستغفار هنيئا لصاحبها من الحكمة ومن عطاء الله ومن تدبير الله ومن فهم مراد الله ومن الحكمة ومن كل شيء. لا نهجر باقي العبادات، لكن أولا نعيش آية لنبلغها. ننتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. علم عرفنا إن كلام الله حق، لكن ترجمنا بأفعالنا فرأيناه حقيقة، إن المال يأتي وإن المطر يأتي وإن البنين يأتي، هكذا مظبوط. وإن أولوياتي تبدلت، وإني بدأت أصبح على الفطرة السليمة، وإني بدأت أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وإني شلحت الشغف الذي عندي وشلحت السقطات التي عندي التي عانيت منها سنين، واهتديت السبيل وما عدت ألهث وراء الدنيا، ورزقي رغدا يأتيني من كل مكان من حيث لا أحتسب، وأموري طيبة. نعم، كما قال الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم. فالاستخلاف بإذن الله تعالى مع الاستغفار سورة البقرة قادم بإذن الله تعالى. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة لا يمكن أن تكون تحت احتلال ولا تحت ذل وهوان، فإن شاء الله سيأويك الله إلى كهف رحمته بالاستغفار سورة البقرة. وبعد ذلك بتعيش مع كل أحاديث رسول الله. عندما يقول لك رسول الله افعل كذا تجد كذا، ستفعل كذا وتجد كذا، ليس كما أنت اليوم عليه بسبب ذنوبك تفعل ولا تجد، لأنك مصر على هذه الذنوب. عندما تترك تلزم الاستغفار حتى يمطرك الله، فإن أمطرك الله هي دلالة المغفرة. أبشر إن الأحاديث أو سيعطيك الله الأمن إنك تدعو وأنت موقن في الإجابة. سيعطيك الله الأمن إنك تدعو وأنت موقن في الإجابة، وسترى إن الله يستجيب. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا أقرأ هذه القصة أخرى عن سورة البقرة والاستغفار.
السلام عليكم، أنا شاب عمري 17 سنة وأريد أن أبلغ آية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يعني كمان حاطط مراحل إن شاء الله نسمعها ونقرأها على مسامعكم، لأنه الوقت لا يسعفني، فمجبور إني أكمل إن شاء الله. اليوم رأيت في المنام إني كنت في مسجد مع قليل من المصلين لا يتجاوز صفان، فنادى مناد أن أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فقال الإمام أقم الصلاة، فسجدنا كلنا لله، ولكن أنا عندما سجدت مخالفا للقبلة، ثم استقمت فنظرت إلى النافذة فرأيت طوفانا عظيم يبلع كل الأرض، فناديت المصلين وقلت لهم أغلق النوافذ، فقطعت الصلاة لغلق النوافذ والحمد لله. فقطعت الصلاة لغلق النوافذ والحمد لله، أغرق الطوفان الأرض كلها إلا المسجد. المنام الثاني رأيت نفسي في بيت الوضوء ويدخلون علي أناس مدمنين، فجاءني رجل فقال لصاحبه وأشار إلي قائلا هذا شفي أيضا بسورة البقرة. طيب الآن سبحان الله الأخ بلال سأل عن رؤيا فجاءت هاي رؤيا. طيب قصتي في الواقع، أنا منذ أن كنت صغير 6 سنوات أبي وأمي تطلقا، فكنا ننتقل من بيت لبيت من مدرسة لمدرسة، فلم يكن لدي صديق ولا أي شخص. أدرس وحدي وأمشي وحدي أبكي وحدي. وعندما كبرت قليلا 10 سنوات رجعنا عند أبي والحمد لله. فعندما بلغت 13 سنة أصبحت أتعرض للتنمر والضرب من طرف أصدقائي بدون سبب، يكتبون على الجدران اسمي ويعيرونني. فبسبب هذه المشاكل جلست في البيت لمدة عامين، وهذه العامين كنت بمثابة الجحيم. وفي بداية العامين تعرفت على الأفلام الساقطة، فطفل صغير يهرب من الواقع المؤلم إلى بحر اللذات التي كنت أحسبها متعة مجانية، ولكن هي عبارة عن جحيم. فجلست هكذا لمدة عامين أشاهد هذه الأفلام ليلا ونهارا، فاستيقظت بعدما أن كنت ميتا، ونظرت إلى جسدي المدمر الذي توقف نموه وعقلي الذي يكاد يجن. فقررت أن أتخلص من الإدمان، ولم أكن أعلم إن أنا منتظر من المعاناة أكبر مما عشته، وجلست أحارب الإدمان لمدة عامين. وفي هذه العامين كنت أبكي تقريبا كل يوم لشدة الاكتئاب النفسي والأرق وأعراض كثيرة، فقللت منها بفضل الله. وبعدها تعرفت عائلتي على قناة محمد حجازي، فأخذ أخي الكبير بسورة البقرة 4 مرات والاستغفار 30,000 لمدة تقريبا 8 أشهر، وأنا لم أستطع بسبب الإدمان. فكنت أقرأ سورة البقرة 4 مرات لمدة أسبوع، ثم أسقط وأتوقف لمدة أسبوع، ثم أرجع، وهكذا لمدة سنة. فالحمد لله بعد أن انخفضت درجة الإدمان قدرت أخذ سورة البقرة 5 مرات، والتزمت بها حتى الآن لمدة 50 يوم، وأنا في تحسن رهيب الحمد لله. وبدأت أنعم بنور الله الحمد لله. وهذه البداية فقط، لا يزال ولن يزول الخير من عند الله. ماذا وجدت من سورة البقرة لمدة 50 يوم؟ هو يكتب: أولا رجعت إلى الفطرة السليمة. ثانيا تعدلت حياتي، نومي، أكلي، بدني، عقلي، نفسي. وأنصح الشباب الذين يشاهدون فيديوهات تطوير الذات ويقرؤون هذه الكتب بأن يتركوا هذه الأشياء التي لا تنفع ويأخذوا سورة البقرة 4 مرات. ثالثا أخلاقي تعدلت. رابعا سيطرت على كل الشهوات بفضل الله. خامسا يعني هو مرتب الأمور بالتسلسل. خامسا تلبسك سورة البقرة لباس التقوى. سادسا هي عقلك الذي
يرى الحق والحقيقة. قال الله تعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. 7 تيسر لك الحياة وتمهد لك الطريق، يعني سورة البقرة. نعم. 8 هي البركة في جميع حواسك وأعضائك وسمعك وبصرك وعقلك وقلبك ووقتك وقولك وفعلك. وأخيرا أنصح كل مدمن على أي شيء، هاتف، تدخين، خذوا سورة البقرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا البقرة إلى تكملة الحديث، فإن أخذ بركة وترك حسرة ولا تستطيع البطل. طبعا أعاهدك بأنك ستصبح أنت القائد وأنت المسيطر بفضل الله وقوة كلامه. رؤيا رأيتها أمي عني إن جسمي كان معضل يعني مثل نجوم لاعبي كمال الأجسام. الحمد لله. أرجو يا عمي محمد حجازي أن ترسل هذه الرسالة إلى قناتك وشكرا. هذه رؤيا سبحان الله، ما كيف ترتبت الرؤى عندما طلب الأخ بلال رؤى كمان، إذا في حديث وآيات ورؤى، وهي رؤى لحالها تيجي. والله ما رتبت الأمر أقسم بالله. طيب جزاك الله خير يا عمي محمد. اليوم الصبح رأيت رؤيا الحمد لله جميلة جدا. رأيتك أنت عند بيتنا القديم اللي كان به سحر التعطيل، وأنت كنت في الشارع وكان معك شنط وهدايا كثيرة تبعك، وشنطة يد حمراء وشنط تاني. دول قلت لزوجتك، وكان في ايدك زجاجة ترش بها الهدايا والشنط بزيت مرقي وماء، وكانت الهدايا شنطة فيها كريمات وجه وشنطة فيها ملابس وأشياء تاني كثيرة، وأنا قلت لك اهديهم لزوجتك حتى لا أحد يأخذهم من الشارع، وكنت مهتم بهم بالهدايا وترشهم بالزيت، وأنت قلت لي أين بيتنا؟ شاورت لك عليه ورششته بالماء والزيت، ورشيت الباب والبيت كله، ورشيت في إيدي زيت. كنت آخذ منك الزيت المرقي وأمسح يدي ووجهي ورجلي. الحمد لله صحيت مرتاحة كثير وفرحت. الحمد لله. إن شاء الله تكون رؤيا مبشرة بالفرج وفك السحر والتعطيل. جزاك الله خير عمي أبو أحمد، الله يرضى عليك ويسعدك. أنت صادق مثل ما تعمل في الواقع، وتقول مثل ما تعمل في الواقع، وتقول لنا ارقي بالزيت المرقي والماء المرقي. قبل ما أنام رأيتك منزل درسين في القناة. قلت في نفسي كم تعبت أمس لوقت متأخر حتى تنزل الدروس. الله يعطيك أجر في الدنيا والآخرة إن شاء الله. وأنا كمان رؤيا قبل يومين حلمت كأنك جالس على طاولة وفيه شاب كأنه ابنك يجلس معك، وأنا وأخويا اللي عنده سحر نجلس معك، وسألتني عن اسمي وكتبت اسمي عندك في الدفتر وكتبت بلدنا، وطلعت تعرف أحد من منطقتنا في المنام. نعم. هنا يعني سبحان الله نصل الآن بعد هذه القصص نصل إلى سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمان مرة، شو الأخبار؟ كيف حالك؟ كيف أنت؟ كيف الصحة؟ الله يحفظك. جميل. في هيك إلي أصحاب هيك مهمومين يأسانين حزنانين تعبانين، عليهم بالاستغفار والتوبة والرجوع، مراقبة الله، لزوم الاستغفار بالليل والنهار، وأخذ سورة البقرة، فهي بفضل الله ستدبر أمرهم. يعني الله سيدبر أمرهم بسورة البقرة عشان نبين، لأنه سورة البقرة كقرص دواء تصحح كل المفاهيم الغلط اللي عندك وتقودك إلى رضوان الله. فإن وصلت إلى رضوان الله وحققت من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحبك الله كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويدي التي يبطش بها. كان سمعك الذي تسمع به وبصره الذي، حتى تصبح
لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فان احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لاعطينه، وان استعاذني لاعيذنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.